أهلا بيكم مرة تانية. أنا مستر أحمد، وإن شاء الله النهاردة هندخل كونسبت جديد، كونسبت 2 in unit 1. خلاص احنا كل ده لسه في unit 1، لكن داخلين بقى كونسبت 2. قبل ما نبدأ بس أنا كنت الفيديو اللي فات عملت الفيديو انجلش بس، فكان في كذا حد بعت لي ان احنا بلاش انجلش بس، مش احسن حاجة عشان مش هنعرف نفهم قوي، ودول ولاد صغيرين فخلينا ايه، ميكس كده بين العربي والانجليش يعني. فحاضر هنعمل ميكس بين العربي والانجليش، وان شاء الله فيما بعد هنعمل نسختين من الفيديو، نسخة انجليش بس للي عايز يسمع انجليش بس، ونسخة ميكس بين الانجليش والعربي زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي يعني. طيب خلينا بقى نشوف الكونسبت الجديد، واللي هو بيقول the body as a system. هتقولي ما الكونسبت اللي فات كان نفس الحاجة تقريبا، انا فاكر ان اسمه كان the cell as a system. هقول لك الله ينور عليك، هم صح فعلا الاتنين تقريبا شبه بعض. بس الكونسبت اللي فات كان بيقول the cell as a system، يعني كان بيقول ان السيل ديت جواها اورجان او اورجانلس كتير، والاورجانلس دولت بيشتغلوا مع بعض يعني ايه بشكل كده يخلي السيل دي تعمل الفانكشن بتاعتها. هقول لك هو نفس الكونسبت اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، اللي بيقول the body as a system. بيقول ان البادي بتاعنا الكبير ده كله جواه سيستمز كتيره بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا الفانكشن بتاعته. يعني هي تقريبا نفس الفكره. يعني ايه؟ يعني السيل كان فيها نيوكليوس وميتوكوندريا وجولجي اباريتس واندوبلازم كريتيكولم، كل دولت كانوا work together to perform their function. كانوا بيعملوا الفانكشن بتاعتهم يعني، عشان يخلوا السيل دي تبقى شغاله كده زي الفل. في الكونسبت الجديد ده هيحصل نفس الحاجه. انت البادي بتاعك فيه نيرفس سيستم وسيركلاتوري سيستم ودايجستيف سيستم وكتير قوي. فالسيستمز دول كلهم work together to perform their function، يعني هيشتغلوا مع بعض عشان يخلوا البادي بتاعنا ده يشتغل بشكل سليم 100%. ايه يا مستر؟ يعني انت تقصد ان النيرفس سيستم والدايجستيف سيستم والسيركلاتوري سيستم والحاجات دي بيشتغلوا مع بعض؟ اقول لك ايوه. هتقولي ازاي؟ مال النيرفس سيستم اصلا ومال الدايجستيف سيستم؟ ده حاجه وده حاجه. هقول لك جميل. طب انت عارف الميتوكوندريا اللي هي الباور هاوس بتاعت الانرجي؟ هقول لك. هتقول لي اه. هقول لك طب انت مثلا عارف النيوكليوس بتاعت البروتين؟ هتقول لي اه. هقول لك مال دي بدي. هل دولت ورك توجذر؟ اه دولت ورك توجذر. تقول لي برضو مالهم؟ ما هو الميتوكوندريا بتاعت الانرجي، والنيوكليوس بيعمل بروتين. عشان النيوكليوس تعمل بروتين محتاجه انرجي. طيب وعشان الميتوكوندريا تعمل انرجي محتاجه بروتين، فكل واحد عايز حاجه من التاني. فاهم؟ يعني محدش يعرف يشتغل لوحده. تمام؟ يعني مثلا ايه، انا شاطر في الجيف ريزونز قوي وانت شاطر في الكومبليت، او انا مثلا شاطر في الساينس وانت شاطر في الماث، فانت تيجي تذاكر لي ماث وانا اذاكر لك ساينس عشان نشتغل مع بعض وننجح احنا الاتنين. هل في علاقة بين الماث والساينس؟ بس احنا الاتنين بنذاكرهم عشان ننجح. نفس الكلام برضو السيركلاتوري سيستم اللي عندك محتاج الدايجستيف سيستم، والدايجستيف سيستم اللي هو عندك برضو محتاج السيركلاتوري، والسيركلاتوري محتاج النيرفس، والنيرفس محتاج الماسكولار، وكلهم محتاجين بعض. فكلهم work in integrated way to perform their function. يعني انت البادي بتاعك مفيش حاجه اسمها كل سيستم بيشتغل لوحده. مش وقت وانا باكل الدايجستيف بس هو اللي بيشتغل، لا ده كله بيشتغل. مثلا مش وقت وانا بفكر النيرفس بس هو اللي بيشتغل، لا كلهم بيشتغلوا. وانا بجري السيركولاتوري بس، لا كلهم بيشتغلوا. في اي حاله هم كلهم ايد واحده مع بعض كده يعني. فالكونسبت اهوت the body as a system. البادي بتاعنا ايد واحده، كلهم مع بعض يعني. طيب تعالوا نشوف هو بيتكلم على ايه في ليسون 1. في الكونسبت ده احنا فهمنا الفكره كلها خلاص، يعني هو الكونسبت كله نفس الفكره. بس تعالوا نشوف مثلا. بيقول لك اهوت في الجزء ده when you feel nervous، وانت متعصب كده، اخوك شد منك الموبايل او كسبك في جيم بابجي فانت اتضايقت منه، او مثلا كنتوا بتلعبوا بلاي ستيشن فكسبك 14-0، الحوارات دي. when you feel nervous your heart beats increase. تلاقي الهارت بتاعك كده بدأ يبدأ ايه البيتس بتاعته انكريس، تتعصب جامد قوي. هتقول لي ايه جميل؟ ايه بقى الحوار في المشكلة ديت، او ايه المشكلة في الموضوع ده؟ انت دلوقتي لما بقيت نيرفس، اول حاجة اشتغلت عندك النيرفس سيستم. حلو. ولما النيرفس سيستم اشتغل، البرين ده اللي هو تبع النيرفس سيستم بعت مسج للهارت، قال له اديني بلاد اكتر انا متعصب دلوقتي. فكده دلوقتي اهو اشتغلوا مع بعض اهو. فابسط حاجه يعني وانت متعصب كده النيرفس سيستم والسيركلاتوري سيستم الاثنين تواصلوا مع بعض كده عشان
يحلوا المشكله بتاعت الايه النيرفس سيتويشن ديت يعني. ف when you feel nervous your heart beats increase, your body start to sweat, كمان بتبدأ تخرج sweat. تمام. and you may feel pain in your stomach. شوف كام سيستم دخل معاك في الموضوع. nervous system, heart beats ده اللي هو السيركيلاتوري سيستم. طيب خلينا قبل ما نبدأ افكرك سريعا بالسيستمز اللي انت ممكن تحتاجهم يعني. الدايجستيف سيستم اللي هو بتاع الفود اللي انت عارفه، بتاع الاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين والكلام ده كله. السيركيلاتوري سيستم بتاع البلد اللي هو الهارت والبلد والفينز والارترز والحاجات دي كلها. عندك ايه تاني؟ عندك الريسبيراتوري سيستم بتاع اللنجز بتاع الاكسجين اللي بيعمل اكسشينج بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. عندك الماسكولار سيستم ده بتاع الماسلز. اظن ما خدتش حاجه تاني يعني، الاندوكراين ده لسه ما خدتهوش. ماشي. حلو. فانا بفكرك بيهم سريعا. ففي السيتويشن ديت اهي بيقول لك when you feel nervous your heart beats increase. كده على فكره في تو سيستم اشتغلوا، النيرفس سيستم والسيركيلاتوري سيستم. خلاص. ويور بادي ستارت تو بيبدا يعرق. على فكره ده سيستم تالت اسمه اكزيكتاتوري سيستم. فشوف كام سيستم اشتغل في الحاله ديت يعني. خلاص. فهو الفكره كلها بتاعت الكونسبت ان السيستمز all system work together to perform their function in integrated way. طيب بيقول لك كمان in your body all system، اهو ده اللي احنا لسه قايلينه اهو. all system work together as one whole body system، يعني كلهم بيشتغلوا اكنهم حاجة واحدة. خلاص. فبرضه بيعيد نفس الكلام هنا تاني اهوت. how does your body function as a system. different system in your body different. قال لك ان هم different، كل واحد غير التاني. خلاص. وكل واحد perform different function، كل واحد بيعمل function غير التاني، بس كلهم في الآخر work together، بيشتغلوا مع بعض. where all systems interact and work together in an integrated way. كل واحد بيعمل دور مختلف بس كلهم بيشتغلوا مع بعض في الآخر. طيب احنا كل ده برضو يعني بندي كلام في الهوا. احنا عايزين اكزامبل على الكلام ده. ادينا اكزامبل او سيتويشن كده بيحصل فيها الرياكشن بين السيستمز، تكون واضحة شوية بالنسبة لنا يا مستر. تعالوا نشوف. مدينا اكزامبل اهوت. نمبر 1 بيقول لك the interaction between the nervous system and circulatory system. بيقول لك ان في رياكشن بيحصل بين النيرفس سيستم. خليك فاكر النيرفس سيستم ده اللي هو البرين. خلاص. اللي هو يعني من ضمن الاورجان بتاعه البرين. and the circulatory system. circulatory system ده بتاع البلد. طيب هتقولي ازاي بيحصل بينهم انتر رياكشن؟ ايه اللي جاب البلد للبرين، وايه اللي جاب البرين للبلد، وايه اللي جاب الهارت للبرين، وايه اللي دخل الاتنين دولت في بعض؟ بيقولك ان بيحصل بينهم رياكشن اهوت. وير وين. شوف الاتنين دول وير وين الاتنين. when you feel nervous، احنا لسه قايلينها فوق. when you feel nervous لما انت تبدأ متعصب كده، خلاص، فتلاقي وشك احمر كده. خلاص النيرفس سيستم ده يعني ايه؟ يعني البرين اشتغل. خلاص. when you feel nervous لما انت تكون nervous ده معناها ان النيرفس سيستم عندك اشتغل. فتلاقيك اتعصبت كده ووشك احمر والبرين بتاعك حلو بعت رسالة للواتساب كده، بعت رسالة على الواتساب للهارت. قال له هارت ابعت لي شوية بلد، ده انا متعصب وداخل على خناق دلوقتي، همسك في اخويا نولع في بعض. قال له عناية الاتنين. راح بعت له شوية بلد. فكده البلد والبرين اشتغلوا مع بعض. واخد بالك؟ يعني كده الاتنين هما اتفقوا مع بعض اللي هما النيرفس سيستم والسيركلاتوري سيستم. حلو. فبيقول لك when you feel nervous your heart beats increase. بيبدأ قلبك يدق كده ايه، وتلاقيك متعصب ووشك احمر. فكده انت حصل reaction between two system، النيرفس والهارت. الهارت ده اللي هو بتاع مين لو فاكر؟ بتاع السيركلاتوري سيستم. تمام. طيب تعالوا نشوف اكزامبل تاني. the interaction between circulatory system. اقف هنا. مين السيركلاتوري سيستم ده؟ اللي هو يا مستر البلد، اللي هو الهارت. الله ينور عليك. and muscular system. مين يا مستر الماسكولار سيستم ده؟ اللي هو المصل. اي مصل في البادي بتاعك بقى يعني. طيب مال ده بده يا مستر؟ ايه اللي جاب المصل للبلد؟ هي المصل بتحتاج بلد؟ هقول لك في الحقيقة ايوه. هتقول لي ازاي؟ يعني المصل محتاجة بلد ازاي؟
مش الماسل دي هي اللي بتخليك تعمل موفمنت؟ هي المسؤولة عن الموشن. هتقول لي اه انا بمشي عشان عندي ماسل. هقول لك جميل، والماسل دي مش عشان تشتغل وتعمل الفانكشن بتاعتها مش محتاجة انرجي؟ هتقول لي ايوه. هقول لك جميل، مش الانرجي اللي محتاجاها الماسل، الماسل دي عبارة عن سيل، جروب اوف سيل، والسيل دي محتاجة انرجي؟ ايوه قلت لك ايوه. طيب جميل، طب هي هتجيب الانرجي دي منين؟ هتقول لي يا مستر احنا عارفين صراحة ان الانرجي دي احنا بنجيبها من الفود. هقول لك الله ينور عليك. والفود ده بيكون موجود فين؟ هتقول لي في الدايجستيف سيستم. هقول لك جميل قوي. طيب الفود ده بعد ما بيحصل له دايجيشن في الدايجستيف سيستم او الاستومك، بيروح للسيل ازاي؟ هتقول لي بتيجي البلد. هقول لك اقف هنا بقى، انت بتقول ايه؟ هقول لك بتيجي البلد تاخده من الدايجستيف سيستم وتوديه للبادي كله. هقول لك الله يفتح عليك. يبقى انا دلوقتي عشان المصل تاخد انرجي محتاجه فود، واللي هينقل لها الفود هو البلد. فانت كده يا سيدي اللي اشتغل عندك السيركيلاتوري سيستم اهو. يعني المصل محتاجه البلد عشان ينقل لها الايه، الفود. فكده الاتنين دول اشتغلوا مع بعض اهوت. واخد بالك؟ بيقول لك اهوت where when you are nervous، لما تكون متعصب during running او متوتر وانت بتجري كده، الهارت and your muscle work together، الاتنين بيشتغلوا مع بعض. هتقول يا مستر مش انت لسه قايل ان البلد هو اللي بيدي المصل الفود؟ مال الهارت بالموضوع؟ هقول لك ما هو الهارت ده اللي بيعمل بامب بلد، هو اللي بيزق البلد خلاص عشان يوديه للمصل الفود والاكسجين اللي هو محتاجه. انت لو فكرت في اي سيستم، يعني سيبك بقى من الاكزامبل اللي هو مديهولك. انت لو فكرت في اي سيستم، اي تو سيستم هتلاقيهم شغالين مع بعض. خلاص يعني احنا دلوقتي هنسيبنا من الكتاب ده خالص، ارزع اي تو سيستم انت عارفهم كده. مثلا الدايجستيف سيستم والنيرفس سيستم. حلو، هل هم محتاجين بعض؟ هل هم بيشتغلوا مع بعض؟ اقول لك ايوه. تعال نشوفها بالتفصيل. دلوقتي النيرفس سيستم ده اللي هو البرين عشان يشتغل محتاج انرجي. طب وهو هياخد الانرجي منين؟ هتقول لي من الدايجستيف. هقول لك الله ينور عليك. طب الدايجستيف محتاج النيرفس؟ هقول لك ايوه. مش الدايجستيف سيستم عشان يشتغل محتاج ياخد اوردر من البرين؟ هتقول لي اه. فانا هقول لك كده ان الدايجستيف مش هيشتغل غير لما البرين او النيرفس سيستم يقول له اشتغل، والبرين او النيرفس سيستم مش هيشتغل غير لما ياخد انرجي من الدايجستيف سيستم، وهي ماشيه كده بقى. يعني ما فيش حد يقدر يشتغل لوحده، كله مع بعضه. جميل قوي قوي. طبعا الاسئله اللي ممكن تجي لك هنا يقول لك مثلا when you feel nervous، when you feel nervous، فبيقول ان ده there is interaction between ايه وايه، فانت تقول له nervous وcirculatory. تمام. برضو يقول لك مثلا when you are nervous during running، ده interaction between مين ومين، circulatory وmuscular كده. يعني الأسئلة فكرتها هنا كده يعني. طيب in this concept we will study، بيقول لك في الكونسبت ده كله هنعرف شوية حاجات من ضمنها danger response، يعني في حالات الخطر السيستم بيشتغل ازاي، او السيستمز كلهم بيشتغلوا ازاي عشان يلحقوك، و building living system، و endocrine system. endocrine system ده على فكرة سيستم انت اول مرة تشوفه، اظن يعني اول مرة تسمع عنه. السيركيلاتوري سيستم انت كده كده عارفه، الريسبيراتوري سيستم انت كده كده عارفه، الدايجستيف سيستم انت كده كده عارفه، الاكزوتراتوري سيستم ده انت اول مره برضو تسمع عنه يعني. فخلينا ما نضيعش وقت ونخش على طول على اول حاجه، دينجر ريسبونس. في حاله الخطر هتتصرف ازاي؟ السيستمز بيشتغلوا ازاي، وانهي سيستم بيشتغل، وبيشتغل مع مين، وبيعمل ايه؟ تعالوا نشوف اهوت. بيقول لك how do your body systems work together in dangerous situation. في حالة الخطر السيستمز بيعملوا ايه؟ طب تعالوا نشوف example. بيقول لك in the opposite picture the body of system of cyclist، الراجل اللي هو راكب البايسكل دوت work together، كلهم بيشتغلوا مع بعض. ده في مصيبة دلوقتي لازم يلحقوه. بيقول لك work together to produce physical response. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لازم السيستم دولت كلهم يجتمعوا مع بعض وياخدوا افضل حاجة ممكن يعملوها، افضل حل مناسب ممكن يعملوه في الحالة دي، ولو ان الحالة دي ما فيهاش حل، يعني هو كده كده هيقع يتعور وخلاص. طب ايه اللي بيحصل؟ دي مشكلة كبيرة.
في الحالة دي بقى تعالى كده نرتب بالتفصيل اللي بيحصل. اول حاجة، الايز بتاعتك بتشوف ان انت في بروبلم، فبتبعت مسج للبرين تقول له الحق في مشكلة، اقف هنا في سيستم اشتغل كده اهو. مين؟ هتقول لي النيرفس سيستم، اقول لك الله يفتح عليك. طيب النيرفس سيستم دوت هيعمل ايه؟ والله هيعمل حاجات كتيرة قوي، من ضمنها هيبعت مسج للهارت يقول له اعمل بامب بلاد اكتر عشان احنا محتاجين نيوترينز ومحتاجين فود ومحتاجين اكسجين، فادينا عشان احنا في خطر دلوقتي محتاجين. فمين اللي دخل معانا في الموضوع؟ السيركلاتوري سيستم. واخد بالك؟ يعني النيرفس سيستم اشتغل، بعد كده السيركلاتوري سيستم. يقوم البرين يسكت؟ لا، يقوم باعت للمصل، يديها كده ايه، مسج اللي هو خدي بالك، يعني خدي فود كتير عشان احنا هنحتاجك كمان شويه. خلاص. طيب وايه كمان؟ وتلاقيه برضو بعت للريسبيراتوري سيستم يقول للتو لانجز خدي اكسجين اكتر احنا محتاجين، دي في حاله طوارئ. عارفين مارد وشوش شركه المرعبين المحدوده؟ ساعه ما يقول لهم حاله طوارئ جيموا كل الشركه تقف على رجل واحده في مشكله، فالسيستمز كلهم بيقفوا ايد واحده مع بعض. تمام. فتعالوا نشوف هو قال ايه هنا. هو بيقول when the eye، أول حاجة اشتغلت هوت ال eyes of the cyclist see the dangerous situation the brain receive the information. يعني ده كده أول سيستم اشتغل عندك، واللي هو النيرفس سيستم. خلاص تعالوا نعد كده مع بعض. ادي النيرفس سيستم اول حاجه اشتغلت اهي. خلاص. بيقول لك the brain in the a part of the nervous system. بيقول لك ان البرين ده بارت من النيرفس سيستم. The brain send a signal to the heart. نفس اللي قلناه بالترتيب، بعت مسج الهارت الحقنا الحقنا احنا بنموت. فهي كده سيستم نمبر 2 اللي اشتغل معانا. خلاص. اللي هو مين لو فاكر؟ قول بسرعة. circulatory system. So the heart beats increase to push more blood to the muscle. خد بالك، تالت حاجة اشتغلت muscular system. وبيقول لك ان الهارت and the blood are part of circulatory system. يعني انت عندك اهوت nervous system وcirculatory system وmuscular system. طب ايه تاني؟ بيقول the brain also send a signal to the muscle، اهو اللي احنا قلناه اللي هو نمبر 3 يعني. that contract، بتبدأ تتشنج كده وتتعصب وانت خايف. and allow his body to face the dangerous. في الحالة دي بقى تبدأ طبعا في حاجات تانية، في سيستم هنعرفه كمان شويتين اسمه endocrine system. بروديوس هرمون اسمه الادرينالين، بيخليك اصلا، او الادرينال جلاند بتطلع الايه الادرينالين هرمون ده، بيخليك ان انت لو اتخبطت حتى وقعت ما تحسش. شايف كام سيستم اشتغل عشان يلحقك في مشكلة صغيرة زي دي؟ طيب خلينا نكمل. بيقول لك to the muscle that contract and allow his body to face the danger. فبيقول لك ان muscle are part of muscular system اهو اللي هو نمبر 3. فانت كده في 3 سيستم وفي كتير بس هو ما قالهمش. بيقول لك so the interaction between body system اللي هم النيرفس والسيركلاتوري والماسكولار system are important in dangerous situation. شفت؟ شفت احنا كنا فين؟ احنا اتبهدلنا عشان dangerous situation صغير كده، وانت راكب العجلة كده وقعت، كل ده اشتغل عشان ايه؟ عشان يلحقك في ال dangerous situation ديت يعني. خلينا بقى نشوف ال give reasons و what happen، والأسئلة بتيجي ازاي على الجزء ده، لأن الجزء ده مليان يعني ايه، في كده بالهبل أسئلة يعني. تعالوا ننزل نشوف كده الأسئلة جت عليه ازاي. في ال give reasons مثلا، تعالوا نشوف اهوت give reasons اهوت. number 1، اقروا معايا كده. بيقول during dangerous situation the brain send signal to the heart to increase heartbeats. ليه يا ترى؟ ليه البرين بعت مسج للهارت عشان يزود الهارت بيتس بتاعه؟ خلاص. فاكيد الاجابه ايه؟ تعالوا نجاوب من فوق، نرجع تاني هنلاقي الاجابه فوق ومش هنتعب خالص. بيقول the brain send a signal to the heart to so the heart beats increase to push more blood to the muscle. يبقى الاجابه اصلا موجوده فوق. يبقى البرين send a signal to heart to push more blood to the muscle. ادي اللي احنا بنقراه فوق بنلاقي عليه give reasons تحت اهو. فاحنا نقول هنا ايه؟ to push more blood. خلاص. to push more blood to the muscle.
طيب جميل قوي. تعال نشوف مثلا what happened يجي ازاي. بيقول the brain of the cyclist when he sees a dangerous situation. البرين بيعمل ايه؟ البرين لسه قايلينها فوق والله. send a message او send a signal to the heartbeats to increase heartbeats او to push more blood to the muscle. طب وايه كمان برضو send signal او message to muscle to contract and relax او contract بس to allow body face the dangerous. اللي هي كانت موجودة فين؟ موجودة فوق نفس اللي احنا قريناه فوق يعني. تعالوا نشوف check your understanding. put true or false. The brain and the heart are from parts of nervous system. قول له لا يا بيه. قول له لا يا استاذ. قول له لا يا نوتي. البرين ده نيرفس، انا حافظ مش هنسى. البرين ده نيرفس سيستم. الهارت ده سيركيلاتوري سيستم. مش تضحك عليا. خلاص البرين ده نيرفس والهارت ده سيركيلاتوري سيستم، فالاتنين لا 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 خالص، مش زي بعض. طيب 2. The interaction between body system. The interaction between body systems are important in dangerous situations. طبعا اكيد true، لان هو لو ما عملوش كده انت هتضيع. لازم أن النيرفس يتكلم مع الدايجستيف ويتكلم مع الماسكولار سيستم والماسكولار سيستم مع السيركلاتوري وكله يشتغل مع بعضه عشان يلحقك. طيب تعال نشوف اكتيفيتي 3 وهي هي برضو. يعني ايه هي برضو؟ يعني هيديك اكزامبل ازاي بيحصل رياكشن بين تو سيستم. هجيب كل تو سيستم ويقول لك هم بيشتغلوا مع بعض ازاي. فهو بيقول لك اهوت now let's study the following example. تاني example تاني زي اللي فوق. هو مفيش جديد يعني. that show that shows how do the nervous system والcirculatory system nervous system والcirculatory system and digestive system depend on each other. يعني ازاي التلاتة دولت كل واحد فيهم محتاج التاني، ازاي التلاتة دولت بيشتغلوا مع بعض. تمام. طيب اهو بيقول لك ان النيرفس سيستم depend on the digestive system. على فكره انا اديت الاكزامبل ده فوق. النيرفس سيستم depend on digestive system. فكرك تاني. ده انا مستر فاكر ان النيرفس سيستم ده هو يعني اللي بيعمل كل حاجه. ازاي هو depend on the digestive system؟ ما انت لو فاكر قلت لك ان النيرفس سيستم ده محتاج انرجي، والانرجي دي هيجيبها منين؟ هيجيبها من الدايجستيف سيستم. والدايجستيف سيستم مش هيشتغل غير لما يجي له اوردر من النيرفس، والنيرفس مش هيشتغل غير لما يجي له الانرجي من الدايجستيف، وهوبا بقى كده والاتنين بيلفوا حوالين بعض. يعني الاتنين محتاجين بعض جدا يعني. تعالوا نشوف هو قال ايه. The nervous cell in the nervous system need nutrients to perform their function. يعني من الاخر يقصد يقول لك ان النيرفس سيستم need digestive system. اهو بيقول لك where the nutrients reach the body in the form of the food that is digested by digestive system. فيعني اختصارا للجمله دي ان النيرفس سيل نيد نيوترينز، والنيوترينز دي بنجيبها منين؟ من الدايجستيف سيستم. فمن الاخر النيرفس سيستم نيد دايجستيف سيستم. طيب بيقول لك then these nutrients are transmitted to the nervous cell through the blood. واللي بينقل ما بينهم التوك توك اللي بينقل ما بينهم هو البلد، والبلد تبع انهي سيستم؟ تبع السيركلاتوري. فكده كلهم ايه شغالين مع بعض يعني. حلو. طيب تعالوا نشوف example 2 بقى. The digestive system and circulatory system depend on nervous. بقى العكس. الاتنين دولت بقى برضه هما كمان محتاجين النيرفس system. ليه؟ Because the nervous system control the muscle of stomach in the digestive system and the muscle of heart. هو اللي بيعمل كنترول لأي حاجة أصلا. فهم مش هيشتغلوا غير لما يديهم الاوردر بكده النيرفس، والنيرفس مش هيشتغل غير لما الدايجستيف يجيب له نيوترينز والسيركيلاتوري سيستم ينقلها له. فهم مع بعض depend on each other. اوكي. طيب تعالوا نشوف check your understand برضو. the pick up of glass of water the a first see the place. اول حاجه عشان تشيل الجلاس من جلاس فوتر من مكانها، اول حاجه بتشتغل الايز بتاعتك بتشوف مكانها فين. of the glass on the table. then بعد كده اول حاجه برضو بتشتغل بعد الايز البرين. البرين هو اللي بيشتغل. البرين بقى هيبعت مسج الاول للهارت عشان يقول له احنا محتاجين بلد، احنا داخلين على موضوع كبير، انت متخيل هنقوم نجيب الكوبايه من مكانها؟ فبيبعت مسج الهارت.
والهارت خلاص بعت blood pumps more blood to feed the muscles required for movement so the muscle in the arm بقى. اكيد انت هتمسك الجلاس اوف ووتر بالارم مش بليك، فتبقى ايه؟ ارم طبعا. خلاص، فاظن ليسون يعني مش سهل، بس مش صعب برضو يعني. هو تقيل وفي حاجات كتيره، وهتلاقي فيه جيف ريزونز كتير قوي على الاجزاء ديت. فانت خد بالك وذاكر الدرس ده كويس، لان انت خلاص كل ليسون بقت بتعلي بقى، تلاقي الدنيا بقت ايه، فيها حاجات اكتر شويه يعني.